مع يحيى ومسك، اتنين متجوزين بقالهم 3 سنين وبيحكوا مشاكلهم عند دكتور نفسي، والدكتور كان مستغرب جدا من تعاملهم مع بعض، واستغرب اكتر لما عرف ان يحيى بيحكي كل حاجه تخص مشاكله الزوجيه لمدير اعماله. ما انا نسيت اقول لك ان بطلنا لاعب كوره معروف ومدير اعماله يبقى سمير جوز اخته، يعني في مقام اخوه، ولو ان يعني البيوت اسرار برضه. طيب دلوقتي بنعرف ان سبب المشكله هو ان مسك عايزه تطلق. ليه؟ قالت لك انا نفسي اخلف زي اي ام، ويحيى هو اللي مش عايز يعمل العمليه، يعني من الاخر كده العيب منه وهو اللي معطل الموضوع. التاني قال لك الكلام ده لما يكون بقالنا 12 13 سنه متجوزين، انما احنا لسه بنقول يا هادي، يعني معانا وقت، يبقى اللي يخلينا نعرف نفسنا بالعيال من دلوقتي. المصيبه انه كان جايب عيلته كلها معاه، فحماته دخلت عليهم وهزقته، وكلمه من هنا على كلمه من هنا نادوا على المأذون يطلق. وتفتكر هيطلق فعلا؟ هقول لك لا، بطلتنا ما هنش عليها تتخلى عن حبهم، والتاني ما صدق، فهي قالت له بحبك، وهو قال لها وانا بموت في اللي جابوكي. بعدها بنشوفه في اوضه اللبس مع سمير اللي ما كانش عارف يدخله فرقه كره عدله. وان جيت للحق معاه حق، ما هو الراجل قال لك انت السنه دي لعبت 16 ماتش في الدوري وما جبتش فيهم جون واحد، يا واحد ربنا، ده انت كمان مضيع ضربتين جزاء وطردت مرتين، حلاوتك يا يايا. ما هو يايا ده يبقى اسم الشهره بتاع بطلنا شويه. وبيوصل كابتن نبراوي مدير الفريق، وخليني اقول لك انه بيخاف جدا من يحيى وبيعمل له الف حساب. ما هو قال لك ان صاحبنا هو اللي مسيطر وبيوزع اماكن اللعيبه، ونبراوي هو اللي بينفذ. في نفس الوقت مسكوا واهلها كانوا بيتفرجوا على الماتش، وهنا بنتاكد ان امها بتكره يحيى كره العمى، لدرجه انها فرحت جدا لما جاب جون في نفسه. الحادث الغريب ده خلى الصحافه تصور مع بطلنا، وجاله 3 اسئله من صحفيه حامل. السؤال الاول، هل فعلا حضرتك مسيطر على اوضه اللبس زي ما بيقولوا؟ قال لها اكيد مفيش حاجه من دي. طيب سؤال رقم 2، حضرتك مش شايف انك قربت على الاعتزال؟ فتعصب منها جدا وقال انه ما قربش على الاعتزال ولا حاجه. اوكي، السؤال الثالث، بما ان حضرتك مستواك ما بقاش قد كده في الفتره الاخيره، مش شايف ان المفروض تدي فرصه للاعيبه جداد؟ الثاني جاب اخره وقال لها وانت مش شايفه انك المفروض تدي فرصه للصحفيين التانيين يسالوا؟ وبعدين بما انك حامل فاقعدي في بيتكم وما تجيلناش بالمنظر ده. قال الكلمتين دول والدنيا اتقلبت عليه في الاعلام والسوشيال ميديا. الراجل حرفيا اتهزق من كل ستات مصر، ده غير الضرب اللي كان بياكله من الناس في كل حته، وخصوصا الستات الحوامل. وفي يوم نزل السوبر ماركت مع مراته علشان يشتروا لوازم البيت، وساعتها قابلوا مجموعه ستات حوامل، فضلوا يدعوا عليه انه يدوق تعب الحمل اللي هم ضايقينه، وقعدوا يضربوه باي حاجه تقابلهم. في اللحظه دي بيبدا معانا فصل جديد تماما في حياه بطلنا. الكلام ده معناه ايه يا عم زيزو؟ كمل معايا وهقول لك. بعدها بنشوف ابطالنا قاعدين في العربيه ومعاهم سمير، ووقتها اشتروا سندوتشات شاورما وكلوها من هنا وطلعوا على المستشفى من هنا. وهناك الدكتور قال لك الاثنين عندهم تلبك معوي، وكمان الاستاذه مسكه حامل. الست اتصدمت وفرحت في نفس الوقت، ومن فرحتها كانت هتحضن الدكتور، بس ربنا ستر وجوزها لحقها. وبالليل بنشوف بطلتنا بتصلي 15 ركعه شكر لله. هي حاجه حلوه بس ده بياكد ان الولايه دي مهووسه بالخلفه وهتموت عليها. تاني يوم صاحبنا كان في اوضه اللبس، وكابتن نبراوي داخل عليه وهو خايف جدا، فبدا كلامه وقال له على فكره نتيجه عينه المنشطات ظهرت، وقال له الخبر المتين، انت طلعت حامل يا يايا. نعم يا اخويا. بطلنا سمع المصيبه دي وطار على البيت يسال مراته على التحاليل اللي عملوها في المستشفى، فقالت له شوفها في الحمام. واول ما شاف التحاليل اتاكد من كلام نبراوي. الكلام ده معناه ان يحيى حامل وان مسكه مش حامل. هتقول لي طب ما يمكن العينات بتاعتهم اتبدلت. هقول لك يا ريت، ده الراجل عمل 53 اختبار حمل وكلهم طلعوا ايجابي. هو بقى كان بيتصدم في كل اختبار كانه بيعمله لاول مره، وبصراحه حقه، اصل دي حاجه ما تدخلش العقل ابدا. هنا صاحبنا ما لقاش حد يلجا له غير العبد لله سمير جوز اخته، وهناك قال له انا عايزك تشوف لي دكتور من بتوع الاجهاض. فالتاني اتصدم وكان فاكر انه عايز يسقط مراته. وقتها ربيع عملت لهم شاي وقعدوا مع بعض على رواقه. مفيش ثواني ويحيى عرفه بموضوع الحمل، والتاني نزل ضحك وقال لك يا على هزارك يا يحيى. ولما قال له لا انا حامل بجد، يعني في عيل في بطني، فالتاني بص له كده اهو. وفي الاخر اقترح انهم يروحوا عند دكتور بكتاش، وفي ظرف ساعه بنشوفهم في حته مقطوعه وعياده مشبوهه تحت السلم. بطلنا دخل على انه واحده منقبه وقطعوا كشف مستعجل. بعدها دخلوا للدكتور بكتاش اللي قاعد يستظرف كتير، ويحيى قاعد لا بيهش ولا بينش، لحد ما الجرأه جات له وكشف وشه. التاني قال لك لا راجلين مره واحده، دي اول مره تحصل لي. فمسكوا فيه وربطوه علشان ينفذ اللي هم عايزينه. طيب وهم عايزين ايه؟ عايزين ينزلوا العيل اللي في بطن يحيى. عمو بكتاش قعد يفكر ولقى ان مفيش مفر، وقال له طيب ايه هي مشكلتك يا كابتن يحيى؟ مشكلتي اني حامل ووظيفتك تنزل العيل. فالتاني ضحك ولسه بيكتب له على علاج في مصحه نفسيه هددوه، فخاف وسمع كلام. المشكله انه ما كانش عارف يبدا العمليه منين، ما هو اول مره في حياته يعمل اجهاض لراجل. طيب والحل؟ الحل ان اكتب لك على مسهلات اجهاض تمشي عليها كام اسبوع، جابت نتيجه كان بها، ما جابتش يبقى نعمل العمليه. ويا دوبك قالوا الكلمتين دول والبوليس طبع المكان، فهربوا من الثلاجه اللي بتطلع على الشارع. اليوم اللي بعده بطلنا نزل الماتش وقعد على الدكه، بس قرر انه ينزل يلعب. فالكابتن نبراوي نزله ومفيش ثواني حس بمغص فرجع تاني على الدكه. في نفس التوقيت بنعرف ان مسك ورابيه بيجيبوا هدوم للبيبي اللي جاي، ووقتها رابيه وصل لها خبر بيقول ان سمير بيخونها، اكمنه كان نازل مع واحده منقبه وداخلين عياده مشبوهه. اللي حصل بقى ان مسك مشيت ورا سمير علشان تتاكد من اللي سمعته، ولما دخلت عليهم لقت جوزها هناك واتهمته بالخيانه. خيانه ازاي يعني؟ قالت له انت بتجيب بنات هنا وبتخوني، طلقني يا يحيى. مش محتاجه اقول لك انها كالعاده هزقت سمير. ساعتها بطلنا اضطر يقول لها الحقيقه المره، وهي انك مش حامل يا مسك، خدي التقيله بقى، انا اللي حامل يا ست.
ستي. الوليه سمعت كلامه ووقعت من طولها، وبعد ما فاقت ما كانتش مصدقه، لكن الدكتور بكتاش اقنعها وقال لك طالما عايزين العيل يبقى مش مهم يجي ازاي، ان شاء الله حتى يجي من بطني. الثانيه اقتنعت وقالت له عندك حق، بس على مين؟ سمير ما سكتش وقال له لو ما نزلتش اللي في بطنك هدب ايدي في كرشك واخرجه. ووقتها قامت خناقه بينه وبين بطلتنا اللي قررت تحتفظ بالطفل حتى لو جوزها هو اللي هيولد. واحد هيسالني ويقول لي طب وايه اللي مخلي سمير محموق قوي كده؟ هقول لك ان سمير من مصلحته ان يحيى يكمل لعب كوره علشانه بياكل من وراه عيش، وموضوع الحمل ده هيضرب له مستقبله كله، اصل يحيى فاضل له كام سنه في الكوره وتروح عليه، فيا دوب يلحقوا. بعدها الاثنين راحوا على البيت، ومسكه فضلت تقنعه ما ينزلش البيبي، وهو ابدا، لدرجه انه تاني يوم نزل الملعب وفضل يجري كتير جدا علشان يسقط نفسه، والكل كان مستغرب. يعني عندك سمير ونبراوي، ومسكت اللي جت جري واتصدمت من اللي بيعمله، فراح وقال لها اللي في دماغك ده مش هيحصل. اوكي. في البيت اصحابنا قعدوا مع بعض وبكل هدوء بطلتنا قالت له خلاص يا يحيى اعمل اللي يريحك، وتحس كده انها بتشتغله. الغريبه انه وقتها عيط، فالتانيه اتأثرت جدا وسالته بتعيط ليه يا حبيبي؟ قال لها بعيط علشان عايز اكل رنجه ريحتها في مناخيري من الصبح. ايوه بقى دي الحلوه بدات تتوهم. الصبح يحيى بيجي له تليفون من سمير وبيبلغه بعرض جاي له من نادي سعودي، فقال لك لما يقوم يشوف اكل عيشه. المفاجاه ان مسك ربطه في السرير وقالت له انا بعمل كده علشان احميك من نفسك. دي كمان طلعت مجهزه له كل حاجه، تلفزيون تلاقي، اكل تلاقي، حتى الحمام مجهزه له بوتي يعمل فيه. ولما اتعصب عليها سابته ومشيت. وتفتكر بطلنا هيسكت؟ لا، ده راح لها على المستشفى والسرير في ايده وقال لها تنزل العيل اللي في بطنه حالا. التانيه قالت له خليك فاكر ان ده اخر حاجه بتربطني بيك، يعني لو نزلته مش هيبقى لنا عيش مع بعض. وقتها الممرضه جت وعرفتها ان دكتور عمر مستنيها، فخرجت وسابته مصدوم. في اللحظه دي وبدون مقدمات قرر يعمل لنفسه سونار، وهو بيحاول مسك دخلت عليه ووريته ابنهم، فسالها عايزاه؟ قالت له يا يحيى ربنا يخليك، فضعف ووافق. ومن بعدها بدات رحله ال9 شهور حمل، واتفقوا على حاجتين: اولا مسك هتعمل نفسها حامل لحد ما البيبي يشرف وكانها هي اللي ولدت، ثانيا محدش هيعرف ان يحيى حامل، الراجل هيختفي عن الاضواء لحد ما يولد، وهيعمل كل اللي يقدر عليه علشان بطنه ما تبانش. مش محتاجه اقول لك الست كانت مهتمه بيه قد ايه. وتاني يوم صاحبنا راح على المستشفى ومراته عملت له سونار، وفي نفس اللحظه عرفت ان مامتها في المستشفى وداخله عليها. يا نهار ازرق، تفتكر صاحبتنا هتتصرف ازاي؟ امها دخلت لقيتها بتعمل السونار لنفسها، وبنشوف جوزها على الناحيه الثانيه، واللي هيظهر على الشاشه سونار يحيى بس قدام امها السونار بتاعها هي. اليوم اللي وراه سمير وصل عند يحيى وفضل يقطم فيه، اكمنه يعني سايب شغله وقاعد يحمل ويخلف وناقص يغسل الغيارات ويعمل الاكل. فقال له يا لهوي ده انا نسيت الرز على النار. شويه ومسك جت مع الراجل اللي اول ما شافت يحيى وعرفت انه حامل رقعت زغروطه، وكلهم استغربوا جدا من رد فعلها. بعدها بطلنا كان في مقابله بخصوص انضمامه للنادي السعودي، وبنعرف انه علشان ينضم للفريق قدامه شهر واحد، وبالتالي الفرصه ضاعت عليه بسبب الحمل. وفي البيت مسك رجعت واتخانقوا مع بعض لما الدكتور عمر كلمها على التليفون وضحكت معاه. اليوم اللي بعده يحيى ما هنش عليه زعلها واخد معاه بوكيه ورد وطلع على المستشفى، وهناك اتفاجئ انها خارجه مع دكتور عمر وركبت معاه العربيه. راحوا يتغدوا في المطعم ومفيش ثواني الا ويحيى كان داخل فيهم شمال، وقال لها بقى تقرطصين يا هانم، اقعد انا في البيت وانت قاعده هنا تاكلي سوشي مع البيت. الست ما استحملتش الكلام ومشيت. ساعتها عمر فهمه انهم اصلا جايين في شغل، والدليل الوفد الاجنبي اللي احنا جايين نقابله ده. وفي الاخر قال له في حاجه عايز اقولها لك من قلبي، انت حمار يا كابتن يحيى. ومن وقتها وهو قاعد عند اخته، الراجل فضل يتصل بيها كتير علشان يصالحها، وهي مفيش. هي كل اللي كانت بتعمله تتصل براجل تعرفها مواعيد الادويه وتطمن عليه وبس. بعدها الباب خبط وبنعرف انه فريق الكوره بتاع بطلنا جايين علشان يقنعوه ينزل الماتش اللي جاي. عايز اقول لك بقى ان الكلمتين بتوع نبراوي اثروا فيه جدا. الراجل قال له حتى لو انت عايز تنهي مشوار الكوره دلوقتي يبقى لازم تنهيه ببطوله، وتكون فاكر ان انت يحيى زهران وتستحق نهايه احسن من كده. فاقتنع بكلامه، ويوم الماتش نزل الملعب والجمهور استقبله بحب كبير جدا بعد غياب طويل. بعدها قعد على الدكه، وبعد شويه نبراوي قال له ينزل الملعب ومش هيعمل اي حاجه غير انه يشجع الفريق، فالتاني نزل بالعافيه اصله يا دوبك قادر يتحرك. وفي نهايه الماتش طلبوا منه يسدد اخر ضربه، ويا ريتهم ما طلبوا. ليه؟ لانه اخذ الكره في حته ما حدش كان يتوقعها، لدرجه ان كابتن نبراوي كان هيموت فيها. وقتها سمير جه واخد معاه بطلنا علشان يهربوا من الفريق قبل ما يموت على ايديهم، وحرفيا الصحافه ما كانتش سايباهم في حالهم. ساعتها يحيى كان بيولد فراح على المستشفى، وهناك لمح مسك اللي جريت اول ما شافته، ففضل يجري وراها لحد ما وصلوا عند دكتور عمر اللي فضل يهديهم وهم يبهدلوا في بعض، هو يهديهم وهم يهزقوا في بعض. والمفاجاه ان مسك طلعت هي كمان حامل في ولد، فالراجل اتضايق جدا وقال لها يعني انت حامل وسايبانا اتعذب كده؟ قالت له ماله، زياده الخير خيرين. وفي النهايه دخلوا مع بعض اوضه العمليات، ومسك اعتذرت له وقالت له صدقني مفيش حاجه في الدنيا دي اهم منك يا يحيى. وطبعا علشان بطلنا طيب وقلبه ابيض سامحها، واتكلموا مع بعض كانهم داخلين يموتوا مش داخلين يولدوا. هي تقول له لو انا مت اتجوز يا يحيى، وهو يقول لها لو انا مت اوعي تتجوزي، ربي العيال وضيعي عمرك عليهم. وقبل الولاده مسكوا ايد بعض كده اهو. وفي المشهد الاخير بنشوف بطلنا في المستشفى وبيسال مراته عيالنا فين، فاستغربت وقالت له عيالنا مين يا يحيى؟ اهدى بس يا حبيبي، كل الموضوع انك كنت في غيبوبه بقالك اسبوع من ساعه ما الستات ضربوك في السوبر ماركت.
ماركت، وكملت كلامها وقالت انا اسفه على كل الضغط اللي عملته لك الفتره اللي فاتت، انا بحبك قوي يا يحيى. هو بقى سمع كل الكلام ده وفضل مصدوم كده اهو وبيقول طب انا حامل ولا مش حامل؟